أنا أخويا متجوز واحدة بنت ناس جدا وأكلها ما فيهوش غلطة واحدة، وكلنا أصلا كنا بنتحايل عليها تعمل صفحة على النت وتبيع عليها الحاجات بتاعتها، وهي كانت رافضة لأنها مش محتاجة. وفعلا هي من عيلة كبيرة جدا مش محتاجة الفلوس، وأخويا مش حارمها من حاجة، ومع ذلك قال لها لو عايزة تعملي المشروع ده أنا هقف جنبك وأنا اللي هروح أوصل الأوردرات بنفسي. مع العلم أخويا بيشتغل في أكبر شركة بترول في مصر، بس كان عايز يشجع مراته، وفي الآخر مرات أخويا أخدت الخطوة وعملت الصفحة فعلا. وأول أوردر جالها كان من واحدة جارتنا، فرحها بعد أسبوع. وخلوني أقول لكم إن مرات أخويا يوم تسليم الأوردر ده كانت صاحية من الفجر وما نامتش، وفضلت واقفة تجهز كل حاجة وتظبط شكل الأوردر. 250 قطعة مش رقم صغير برضو، بس المشكلة إنها جت تتصل بالبنت بعد ما خلصت، قالت لها معلش أصل الفرح اتأجل، ونسيت تتصل تقول لنا. تخيلوا أكتر من 250 قطعة وقفت عملتهم على الفاضي. ومرات أخويا قالت إنها هتوزعهم على الناس الغلابة، بس أخويا لما شاف اللي حصل قال لها ولا يهمك يا ست البنات، واتصل بواحد صاحبه فاتح محل حلويات في الشارع عندنا، وعرض عليه يجرب يبيع الحلويات دي عنده. الراجل وافق وقال إنه هياخد نص الكمية، ومن أول مرة الحاجة اتباعت بسرعة. وبعد ما كانت مرات أخويا بتعمل كل كام يوم أوردر واحد، دلوقتي بقت كل يوم لازم تعمل أوردر كبير. وأخويا لما لقاها بتبيع والموضوع شغال معاها راح فاتح لها مكان وجاب لها بنات يشتغلوا معاها كمان.